اكتر من 16.5 مليار دولار. ده دخل السياحة في مصر للسنة المالية 2024-2025. وانا جاي النهاردة اكلمك على استثمار عقاري يخلي ليك نصيب محترم من الدخل ده، وهو الاستثمار في الوحدات الفندقية. والسؤال دلوقتي، ليه استثمر في النوع ده من الاستثمار؟ اولا لان دخله مرتبط بعملات اجنبية، ونقدر نقول ان ليه تسعيرة عالمية. وثانيا ان هو بيحمينا من مخاطر التضخم، وكمان بيساعد على النمو في اصل راس المال. ثالثا طلب متزايد على النوع ده من العقارات لان في نمو كبير وطفرة بتحصل في قطاع السياحة. ورابعا بيكون في شركة إدارة وتشغيل محترفة، فأنت مش محتاج تدير العقار بنفسك. وخامسا والأخيرة، أعلى عائد آمن على الاستثمار. وفي النهاية عايز أقول لك إن العقار الفندقي بيضمن لك استثمار ذكي مع شركة إدارة وتشغيل محترفة، وكمان عقار مدر للدخل، وكمان بيحافظ وبينمي قيمة رأس مالك في أصل العقار. لو عايز تعرف أكتر عن الاستثمار في القطاع الفندقي ويكون عندك غرفة فندقية زي اللي أنا بكلمك منها دلوقتي، كلمني على أرقامنا أو ابعت لنا رسالة وهساعدك علشان تختار الاستثمار المناسب ليك.